واحد الراجل توفى، كان راجل موظف توفى مسكين في واحد العمر مخطوف كما تيقولوا، كنعرفوه، مات في سكتة قلبية، الله يرحمه مسكين. خلى دارو فيها مراته، خلى 2 بنات وخلى 2 ولاد. مرتو بقات في دارو تتشتى القعود ديالها، مرا مزيانة، مرا معقولة، تنعرفوها مسكينة. قرات بناتها وكملت لهم قرايتهم وخا مات راجلهم، قرات وليداتها. البنت الأولى تزوجات وتزوجات واحد الراجل تاجر في الصحراء ومشات معاه للصحراء. البنت الثانية تزوجات واحد الراجل ميسور لا باس عليه، لأن هاد البنات هادو كانوا شوية معروفين ماشي غير عفيفات ولكن كانوا جميلات وكانوا قاريات. الأولى مشات للصحراء ولكن ما خدماتش شي مع راجلها، ما خلاش تخدم، دارت معاه وليدات جلست في الصحراء. الثانية تزوجت واحد راجل ميسور، هذا الرجل خدام مع الدولة وراجل مسؤولية، راجل مسؤول ورئيس مصلحة، وهاد المصلحة كانت تخدم فيها هي، كانت موظفة وتزوج بها. تزوج بها ولدات معاه 2 بنيات صغار. الولاد دابا 2، البنات حيدناهم. واحد من الولاد مشى للتعليم، وهو كان تيقري في البادية وعجباتو البادية وبقى في البادية تيقري تما في البوادي. الصغير قرا ابتدائي وقرا 2 في الثانوي وخرج من المدرسة. خرج من المدرسة لأن أمو كبرات، لأن الدار خوات، لأن اللي غيقابلو غيزيرو ما كاين شي، خواتاتو بعاد عليه. هو لقى واحد الحرية ما استغلهاش مزيان، ولكن استغلها في اللعب وفي الجري وفي الصداعات، وكبر نحالف. ولما وصل 20 عام بدا تيتعاطى المخدرات ولا تيشرب. الفلوس تعطيه من امو هي اللي تعطيه من داك لانتريت ديال الوالد المرحوم بواه، تعطيه من الفلوس اللي تعطوها بناتها تيحنوا عليها تيعطيوها، واللي تيعطيها ولدها لانهم هما كل شهر تيجيو تيدوروا معاها تعطيه. البنت الكبيره اللي قلت لكم خدات داك الراجل ميسور اللي هو موظف كبير اللي تزوجات به، كانت هي العمود الفقري ديال هذه العائله هذه، لان كل عائله عندها عمود فقري. كانت هي العمود الفقري، كانت ديما تجي عند امها تشوفها وتطل عند امها وتدي امها لمرضى المستشفى، هي اللي محمله المسؤوليه ديال امها. حنا تنعرفوا البنات. هاد البنت كانت تجي للدار وهي اللي مقابله الدار، وهي اللي تقول تعطي لامها وتعطي داكشي اللي خصها، وتعطي حتى داك خوها داك البروش، لان اللي جا فيهم الدار خصو يعطيه، اللي جا خصو يعطيه. ناهيك على الفلوس تعطيه امو تقريبا يوميا، وهو في الشرابات وفي الروينه وفي هذا وفي هذا في هذا. انا تعرف بعض الشباب عال على والديهم، وكثيرون عالين على والديهم. كاين المراه مسكينه اللي راجلها ميت وخلى لها ولد، وداك الولد نحالفك بحال هذا تنعاودوا عليه، وتبقى مسكينه تخبط وحده غير معاه، اللي صورته تعطيه ليه، خدام عليه اعطيني يا مولاتي انا مالي، واري لي 100 درهم وانا كذا وانا كذا. مارين والديهم ساكن اش غيديروا؟ ما عندهم ما يديروا، صابرين. سيرتو تيدخلوا في المخدرات وتيدخلوا في الخمور وتيدخلوا في المخزن وفي الحباسات، وتبقى ديك المراه مسكينه هزه قفته وتابعه من حبس المحكمه للمحكمه. تيوليو عديان ديال والديهم، وخا والديهم هما اللي خدامين عليهم، تيوليو عديان ديال والديهم. هاد المراه مسكينه ولات واحله مع داك البروش، واحله معاه. سيرتو كيما قلت لكم من دار 20 عام، دار 20 عام ولا عزكم الله ولا سلقوط.
عيات اختو ما تهضر معاه الكبيره، وعيات الصغيره ما تهضر معاه، وعيا خوه ما يهضر معاه، ويعطيوه داكشي اللي بغا، وما بغا سبرديله، بغا كذا ما بغى يدير حتى شي حاجه. ناضوا دخلوا للتكوين، ضرب في التكوين واحد 6 شهور، هنا لهنا خرج من التكوين وبقى تيتلوى حتى لواحد النهار. هاد السيد هو من ساكنة هاد المدينه اللي انا فيها، وهاد القضيه داز عليها امد طويل، ولكن بقات في بالي باش نعاودها لكم. واحد النهار جانا واحد الملف من الدائره، جا الشرطه القضائيه، وانا ديك الساعه في الشرطه القضائيه، وكنت في واحد بريغاد روسيرش ديال البحث، وكان معايا الرئيس ديالي السي إدريس المليكي اللي هو معروف الحمد لله في قنيطره، واللي عنده التاريخ في الشرطه القضائيه في قنيطره، واللي تنطلب الله يشافيه، هو راه مريض، اللي يسمعني واللي تيعرفو يطلب الله ليه الشفاء. كان راجل مزيان، وكان راجل بيزيست، وكان راجل معقول، وبقى معقول حتى خرج التقاعد وباقي معقول. جانا واحد الملف، جابوا لنا بوليسي ديال الدائره، وجاب معاه واحد البنت امها. هذيك امها انا تنعرفها بالشوفه، تنعرفها. البنت ما تعرفهاش، ولكن من خلال الهضره معها عرفتها اش من نوع، صنفتها كلاسيناها، لانه هكا الانسان داير. لما واحد تيهضر معك ما تتعرفوش، الا زايد معك في الهضره بزاف انت في ساعه تتكلاسيه، هذا اش من نوع، تدير اش من نوع، رجل ولا مراه. انت تهضر مع واحد شاب تتعرف عليه، ولا شي بنت ولا شي مراه ولا كذا، من خلال الهضره ديالو تتكلاسيه. جاو عندنا وجابهم داك البوسي، قال لك اسيدي هذا واحد الميل فيه واحد الشكايه ديال هاد السيده تعرضت للاغتصاب. دخلت ديك البنت وبقينا تنبحثوا معاها، وكنت ديك الساعه انا والسي المليكي في المكتب. انت امها؟ يا سيدي انا امها. بنتك شحال عندها؟ 17 عام سيدي. اش تديري انت يا البنت؟ انا كنت تنقرا، وصلت للاعدادي وخرجت، درت داكشي ديال التكوين، بغيت ندير داكشي ديال الطيران، هكا تتهضر بهاد الطريقه، بغيت ندير داكشي ديال الطيران. المهم درت عام، وقال لي خصك تزيدي عام اخر، ما زدتوش. علاش ما زدتيش عام اخر؟ ما زدتوش. من تما تتهضر، اودي داكشي ديال الطيران درتها في الطيران باش تبقى دير داكشي ديال الموظفه، ودوزت عام في دوك البنات اللي معاها الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، الصراحه ما صالحاش. بنتي غيخرجوا عليها دوك البنات، تيجيو عند الدار تمشي معاهم غيخرجوا عليها. قلت لها جلسي في حالك حتى يجيب الله شي ولد الناس اللي يديك، ما خصك طيران ما خصك والو. واحد امها من داك النوع اللي تتهضر، اللي باين ديك القرجوطه عندها دوزت الكوار ودوزت ما عرفت شنو دوزت، تهضر بواحد الطريقه. انا الدريه بنتي قلت لها شوفي جلسي في الدار، قبل الدار تيجي ولد الناس اللي يديك. انا هاد الخدمه اللي غتلقاي فيها مع السلقوطه تيبقاو يديك ويجيبوك، لا سمحي لي ما يكونش هاد الشيء هذا. قلت لها انت مجوجه؟ لا مجوجه سيدي، عندي الراجل. اش تيدير؟ اخويا هذاك الشيء التقاعد ما خلاوش شي التقاعد ربح. اش تدير انتيا؟ اخويا تنجيب السلعه من كازا، وجيب السلعه من تطوان وتنبيع. عندي واحد الموحد ديالي تنجيب السلعه من تطوان، تنجيب السلعه من كازا، داكشي ديال البيس. المهم انت على ما راكي دايره، لهنا سمعها شي واحد. وانت عاودينا البنت كيوقع؟ قلت اخويا انا تندير الرياضه مع الدكتور، قال لي كنمشي دوزت عند الدكتور تضرني قلبي، قال لي عندك الشحمه بزاف وخصك طيحي الشحمه وطيحي البوا، وبقيت ندير الرياضه. المهم مشيت للغابه، الغابات المعموره اللي معروفه عندنا في قنيطره، تتعاود على غابات المعموره. مشيت للغابات المعموره تندير الرياضه. المهم توقف عليا السيد بجنويه، قال لي تزيدي معايا ولا غادي نقتلك. بقى غادي بيا وسط الغابه، مشات تكرفس عليا. امها تتهضر، تتعاود امها تتزكي الكلام ديالها. داها سيدي بجنويه بقى يذبحها، الحمد لله اللي ما قتلهاش، الحمد لله اللي كذا وخرج عليها على مستقبلها، وخرج عليها على كذا. وقت ليها الغابه عامره بعباد الله، سيرتو هاد النهار اللي انت عندك هنا يوم الحد الغابه عامره،
وكان بلاصه في الغابه اللي هي مخصصه للرياضه وفيها دوك الالعاب ديال الدراري الصغار. انا انت فين مشيتي درتي حتى شي واحد ما داخل، الناس المواطنين اللي كانوا تما. لا خويا انا كنت بعيده شويه، انا دخلت مع كنت تنجري تمشي حتى داخل الغابه وترجع، مشات بوحدها تجري داخل في الغابه وترجع وشدها بموس وداها وتكرفس عليها وفتض بكرتها وكذا وكذا، بقات تعاود. فين ساكن هذا الولد هذا؟ تنعرفو تعرف دارهم، انا مشيت سولت ولقيت دارهم، بقى نجيبوه، مشيت ورينا الدار ونجيبوه. بون مشينا لدارهم، شكون اللي تلقاو؟ البروش اللي عاودت لكم عليه هو اللي لقينا دارهم. خرجت امو مسكينه، قلت لها ودي ولدك واش هنا؟ مرا معقوله؟ قالت لك وليدي ها هو ناعس الفوق. شكون نتوما؟ قلنا لها البوليس. ها هو ناعس سيدي، ها هو الفوق. قلنا لها واش يمكن ندخلوا سيدي. كتب واحد الدري كان معنا السي مليكي وقال للسيده كتب شد واحد الورقه كان هازها معاه في السياره وكتب بان المراه تسمح لنا باش ندخلوا، قال لها بصمي هنايا. دخلنا على الدري، لقينا في واحد البيت الفوق لقينا ناعس مجبد. حلينا الباب، واحد الطابله حالتها حاله، حاط شي بيرات خاويين، واحد الصندري عامره بالكارو، واحد البيت موسخ، مع ان ديك الدار ديال الكبرى نقيه. دخلنا مع طلعنا مع الدروج نقيه ودار مزيانه ومراه مزيانه، لان من قلنا لها بوليس قالت لك سيدي مرحبا. قلنا لها، قالت لك ها هو الفوق سيدي. كاين شي عائلات تيعاونوا ولدهم على الاجرام، تتجي تقول له السلام عليكم بغينا ولدك، واخا تكون انت جايب ليه فلوس تعطيها ليه. تقول شكون انت خويا؟ تقول لها بوليس. نعم اخي مرحبا بغينا ولدك. لاش؟ خويا ما عايش معايا. هو راه حداه ما عايش معايا. تيضرقوا على ولادهم من حقهم، ولكن تيضرقوا على ولادهم ماشي ديما تضرق على ولدك. درق عليه هو خدام تيزيد في الجرائم. قلنا ليه البس حوايجك، البس حوايجو. شنو عندي يا الشاف؟ اودي غا يلا هبطناه لقى جالسه في الطوموبيل البوليس. طلع قال لها ياه جايبه لي البوليس ياك زهيره ياك. قالت لي وانت تكرفستي عليا. امها كانت تما قالت لي شوف من بغيتي البنت اجي لدارهم، بغيتي تزوجها اجي لدارهم، ماشي تكرفس عليها بجنويه وديها في الغابه، اجي لدارهم. فهمتي يا مصطفى؟ تعرف امها؟ تعرفيه مصطفى؟ انا عارفه اخويا، انا عارفه. حنا فين ساكنين نتوما؟ حنا هنايا هاد الزنقه هادي معطله. هذا قريسه بنت حومتو ساكنه حداكم، وقريساها في الغابه جبت عليها موس. يلا ندخلوا لابيجي. دخلنا لابيجي، بقينا تنعمقوا معاهم البحث. هو تيقول غادي شاف نعاود الحقيقه كامله. هادي انا معاها فاش كنا في الاعدادي، انا خليل ديالها مصاعم معاها فاش كنا في الاعدادي، وهي اللي خرجت عليا من القرايه. هادي هي سبابي. ندخل قالت لي انت اللي خرجتي عليا. احنا ولينا تهربوا من الاغتصاب، احنا بغينا نبعدوا من الاغتصاب، احنا ولينا في هضره اخرى. لا انت اللي خرجتي عليا، انا تما انت اللي خرجتي عليها مصطفى، انت اللي خرجتي عليها انت. وقلت لك بعد من بنتي يا مصطفى، ما تجيش تبعد منها، في الاخر غادي بها بالجنويه حشومه مصطفى. الاخر تيقول يا سيدي وهاد خيتي راني عندي معاه مده 3 سنين وانا ما عارفين، وانا شديت على واحد خينا تهمني بخيانة الأمانة وضربت 3 شهور الحبس. بقاو عندي والو، عطاوني 3 شهور الحبس. دوزت الحبس ودوزت اخويا، دوزت 3 سنين 3 شهور. منين تقدمت من الدائرة، قدموك الدائرة حنوا عليك، كانوا يجوزوك من لابيجي. عطاوني 3 شهور الحبس. والمهم من خرجت من الحبس، كانت في الاول تجي عندي الحبس ما نكذبوش على الله، ولكن من خرجت قطعت عليا واحد الوقت مبقاش تجي عندي. ومن خرجت لقيتها تعرفت مع واحد بنادم، ولات مع داك بنادم ديما هي وياه. قالت بعدي مني ما تقربيش ليا. تما تهضر شكون هذا بنادم؟ لا بغينا نعرفوا شكون هذا بنادم. مشات مع بنتي، بنتي ما تمشي مع حتى بنادم، بنتي دخل سوق راسها. بنتي فهمتي؟ دخل سوق راسها. هضري يا البنت، سكتي يا المراه، هضري انتيا.
سمعتي اش قال؟ خويا انا ماشي ما تاشي بنادم، انا دايره كروه على البشر، شتي البشر داير عليه كروه، كذب عليك اللي ماشي بنادم. هذا كان تيتبعني ولقاني تندير رياضه وداني بالموس، والله ما نفرق معاك مصطفى. شو مصطفى؟ والله لا تفرقت معاك بالله. مصطفى تيقول لي انا ديتك بالموس، انا ديتك باز، والله لا باز. شوف مصطفى نهضر معاك ما نتفرقش معاك، جبت علي خويا انت الجنويه وديني، مالي انا سلقوطه بزاف عليك. وما كنتش معاك انا تيقول لها شحال وحنا معارفين وعندنا تصاور وعندنا كذا نجيب لهم. انا كنت نعرفك تنسلم عليك بحال خويا الصراحه، كيما دير بيا الجنويه حشومه هذيك دير الجنويه. واخويا هذيك راه بشكل هادي. انا تعرفت مع واحد البنت صاحبتها وضربت عليها كروه، ودابا دايره لي هاد القلبيه وما بغا يسوقوني. من خلال البحث عرفنا حنا بان هاد السيده كانت مع هاد السيد عندها التصاور ديالها، وكانت مع مما كانت عارفه هاد السينما ديال هذا كذا كذا. اما قضيه ديال دا الغابه بالموس وكذا كنت تخرج معاه ديما. الى ذاك النهار داها في الغابه بالموس يمكن شهاده طبيه. هي قال لك البنت اخويا داها الغابه واغتصبها افتض بكرتها، شهاده طبيه. مشينا دينا البنت قلنا لا نديروك شهاده طبيه. ما قالت لنا غندي نجيبها لكم اخويا الشهاده الطبيه ديال بنتي. انا عرفتي نتصلوا مع السيد وكيل الملك هو اللي غيقول لنا شهاده طبيه. انا دوزت عليها، قالت لنا ما دوزت عليها ولقيت بنتي ما بقاتش بنت الصراحه. لا تكرفس عليها، على الاقل خليها غير بنت، ماشي تكرفس على هذا التكرفيس هذا. قلنا للسيد وكيل الملك قال لك سيروا معاها المستشفى ديال الدوله تما شوفوها. ديناها هي امها ولات غير داك السبيطار غير تدور من هنا لهنا غادا معانا، حيت بنتها قاصره خاصها عام باش تولي 18 عام، وفي السبيطار خدامه تلوى تما. اختي السلام عليكم، اختي ديك الفرمليه لطيفه تقول لها الفوق، مشى طلعت الفوق. حنا تنسناو الديريكتور ديال السبيطار ترجع جاي مع شي فرمليه تهضر. اختي الطبيبه راضيه، الدكتوره راضيه، راه لهيه ما تدير تدخلات تما. حنا ساقل مخلينا والبنت جالسه حدانا. جا الطبيب قلنا ليه ودي جا مدير ديال المستشفى، قلنا ليه ودي حنا لابيجي كذا. مرحبا خويا. قال لك واخا نعيط على واحد الطبيبه. مشات عيط على واحد الطبيبه، دخلت هي والطبيبه. الطبيبه قلنا لها ودي الله يرحم الوالدين، راه اش كاين وراه هذه امانه على العنق ديالك، ما تضيعي هاد البنت، ما تضيعي داك الشخص. الحقيقه قوليها الله كثر خيرك. وهذا هضر مع السي الملكي بواحد الاداب بواحد الطريقه قانونيه. ديك الطبيبه تجاوبت معنا قلت كونوا هانيين صافي، ما تدخل معايا لا ما لا اختها لا حتى واحد ما يدخل معايا، دخل بوحدي. دخلت تسنى قدام الباب، شويه الاخرى خارجه وجهها اصفر تنشوف فيها. وما تقول لما تدي لها في ودنها وما تقول ما يمكنش. الطبيبه عطاتنا شهاده طبيه تقول فيها اي هاد البنت ما بقاتش بنت ماشي عزبه، ولكن هادشي اللي واقع لها شحال هادي ماشي الحد اللي فات. خدينا شهاده طبيه جبناها لابيجي، قلنا لها ودي الشهاده الطبيه اللي عطاني الطبيب اش تقول؟ خويا انا هذا هو اللي بيا، المهم هذا انا ما تعطى حتى شي واحد، هذا نديرو الكلام. درنا كلامهم، بينا بانه كاين اثباتات وكاين حجج بانه كانوا على علاقات بينهما. وثانيا كان تغرير قاصره لان هي قاصره، والقاصره ولو برضاها، القاصره ولو برضاها واخا تبغي هي القاصره راه معاقب من هذاك الشيء، معاقب راه جنايات قاصره ولو برضاها. وقدمناه المحكمه، هو قال كلام وهي قالت كلام، حنا قلنا كلامنا. حنا هرسنا ديك الهضره ديال ما تعرفها ما تعرفوش داب جنويه غادي بها وكذا، وداك الكذوب اللي بغات تكذب علينا وداك الشيء. وتبين لنا بانه هاد الولد هذا من خرج من الحبس مشى مع وحده صاحبتها، يمكن يبقاش تجي عنده للحبس، يمكن بقات تقول لها جيبي لي ما عرف داك الشيء.
ومشى مع واحده اخرى وتفرق معها، ويمكن كانت امها على علم بذلك، ولصقوا لي قادوا عليه زعما والله موت نصيفطوه فين يتربى صافي. غادي نمشيو عند البوليس يقول لهم هذا اغتصب الاسباب الجنويه وكذا، والبوليس راه مكلخين عنده 3 راه يصيفطوه للحبس. ولكن اش وقع من بعد؟ وصل الى علمنا بانهم تفاهموا ودخلوا خواتاته ودخل تمو وتفاهموا مع ديك خيتي وعطاتو التنازل. هو كان مشدود باقي عن قضيه التحقيق، وجاب التنازل بان ما تتبعوش، وطالبت بانهم يديروا الكاريط ويتزوجوا. وفعلا تزوج بها، داروا الكاريط وتزوج بها. هادشي اللي كان قبل ما يخرج القانون الجديد ديال، لان من قديم كان الواحد الا اغتصب شي بنت وداك المغتصب يمكن ليه يتزوج بها، ولكن داك القانون تحيد لما وقع واحد المشكل راكم عارفينه في مدينه العريش، اللي واحد اغتصب وحده وتزوج بها وداها وبقى تيكرس فيها وتيقتل فيها تخرج عليها وداك الشيء، وناض الصداع وخرجوا الناس للشارع تيغوتوا وكذا 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 وكذا. ذاك الوقت كانت باقا هو تبع بروفيتا وتزوج بالبنت وداها لدارهم، داها لدارهم عند امو. هذيك امو ديك المراه الشريفه اللي شفنا مسكين وجهها كي داير كيفاش تتهضر، دخل عليهم واحد هو شيطان ودخل معهم شيطانه، دخلت عند ديك المراه فوق وشدوا داك البيت اللي في السطح تما بقاو ساكنين، داروا بها الكاريط. تتقول اختو درنا لهم شويه طلبه وجاو صحابو وداك الشيء وكذا وكذا. يمكن هذيك هي الخطه اللي كانت تيجي عليها هو ولقاها هي هذيك، ولقى ما بغا وجلس للفوق. ولكن وقعوا مشاكل مع ديك الام، لان ديك البنت ما تتعرف الطيب، ما تتعاون ديك المراه مسكينه في جميع ديال الدار، ما حتى شي حاجه جالسه معاه في ذاك البيت، تيخرجوا وهي ديما غاديين خارجين جايين خارجين، كما تيقولوا بعض الاخوان اللي هما قراب لي في الحي تيقول لك ولا وهي ديما داير المكياج وخارج معاها، شويه ولا تيخرج معها حامله، شويه تيخرج دافعين واحد الدري في الكروسه. اختو قالت لنا من بعد غاد القضيه اللي غنقول لكم دابا، قالت لنا من جاب لنا ديك البنت للدار جاب لنا مصيبه كحله، وديك امها كل ساعه تابعها، امها ولا عندها السرود ديال الدار تطلع عندهم الفوق، حتى ان الحاجه قالت لها هذه المراه تبعد مني ما تدخلش ديال داري، وقالت لها شوفي الا بغيتي تشوفي بنتك ديال دارك بقيت تشوفيها، ما تدخليش عندي هنايا داخله خارجه عليا برزتيني. وجاو البنات منعوا ديك امها باش ما تدخلش عندها تما، وقالوا دابزوا مع داك خو ما تدخلش، سير ديال دارهم سير ديال دارهم. ولكن باش عيشوا هذيك عايش بمو عايش خواتاتو تيعطيو، خواتاتو بداو تيجمعوا يديهم، بداو تيجمعوا يديهم، انت راك تزوجتي ولدتي دابا وانت ولدتي انت جالس داخل خارج، هو تيدخل ويخرج، ولكن هو تيدبر حتى هو، لان مزوج عنده وليد، تيمشي تيجيب الحشيش ديالو، تيمشي تيجيب الشراب ديالو، هادشي تيدبر عليه. ما الشيء الاخر من عند امو ومن عند خواتاتو، والتهديد امو تتهدد، لان اختو قالت لك بعض المرات تنديهم تنهربوها، تنديهم عندنا بالشرشره تنهربوها تخلوه في الدار، بقى تيبيع حتى الاتات ديال الدار، بقى تيبيع الاتات ديال الدار. خوه تيجي يهضر معاه تينوض معاه، خواتاتو تينوض معاهم، وبقى تما معزف في ديك الدار. ومره يمشيو عندك نسيبتو تعاون بشي حاجه عطيها لهم، هاك يشري الدر الحليب نتيفه هكذا، هو غادي مع هذيك خيتي خارج داخل خارج داخل خارج داخل. واحد النهار قرروا ديك الاخت ديالو الكبيره اللي قلنا هي العمود الفقري، جمعت خوتها قالت لهم سيدي انا امي غتعيش معايا وهاد الدار نديرو لها شي حل، لان هاد الدار ولا شاده السيد بوحدو ولا هايد من البيت الفوق وهبط لهم لتحت، ساكن لتحت، ولا تيجيو عنده صحابو. امو مسكينه تجي تجلس يومين 3 ايام تتهرب، تمشي عند بناتها تبكي على دارها وكذا وكذا. شافوا معاه قال لهم سيدي انا عطوني حقي ونخرج في حالي، عطوني حقي. تجي ديك نسيبتو تاهي تتهضر تدافع عليه وعطيوه داكشي اللي كتب الله، هاد الدويره ديال بويه، هذا الورد ديال العائله، حقه في الورد يخرج، ماشي هو عنده الدري ها هو صغير، الدري صغير والمراه كذا وهذا وكذا وكذا وكذا. اختهم الكبيره قالت لهم، هذيك اللي قلت لكم راجل ميسور عندها، قالت لهم انا غادي نبيعوا هاد الدار وانا غنشريها، انا هذه فيها الريحه ديال بانا، كبرنا فيها منا فيها كذا كذا، انا غنشري الدار كل واحد نعطيه حقه وانا غناخذها هي لاباس عليها. اتفقوا على هذا الشيء كله، واتفق معهم هو على هذا الشيء. وديك البنت
جابت العدول للدار وجابت لي قوم الدار وراوها العدول. الا كانت هاد الدار دايره 100 مليون، ها كل واحد شحال غيجيه. قالت لي دابا اللي بغى فيكم ياخذ فلوسه انا مستعده، غناخذ حقي معاكم لانه واخا غنشري عندي حق ناخذو، واللي بغى حقه. هذيك اختهم اللي في الصحراء هي الاولى اللي قالت لها انا بغيت ناخذ حقي، غتعطيني حقي تخلصيه ليا. قالت لها واخا. مشات قالت لها كانوا تيهضروا، قالت لها اليوم طلبت حقها، قالت لها في العشيه يكون عندك الفلوس ديالك هنا نحسبوهم لك، راه راجلك راه معاك، والعدول يقيدوا بان تخلصتي. داكشي اللي كان. هاد الفلوس اللي غيشدو جات تقريبا غتجي هو واحد 15 مليون اللي غتجيه. 15 مليون، ولكن هو بقى تيطالب كثر، تيقول لهم 15 مليون ولكن 15 مليون اش غتشري ليا وانا خصني نخرج، اش غتشري ليا؟ ما تشري ليا نوض المصدع. جات امها مت مراتو تتعاونوا، تتقول نزيدو غير شويه عطيو غير 30، وانتم الصاحبين لاباس عليكم، خو راه معلم، اختك راه انت لاباس عليك انت مولاد كذا وكذا. دارت لهم تيديروا من العرقله، دار لهم واحد مسمار شحال لا ما نخرجوش تزيدونا فوق حقنا باش نمشي نشري. الاخرى تقول لي شوف جاتك 15 انا غنمشي نجيب 15 جيب نعطيها لك، ما تقول لي لهادي لهاديك، فلوسك موجوده، فلوس محطوطه في الدار ونجيبها لك. بقى هو والو شاد معاهم تما وانا كذا وانا كذا، وقف لهم العمليه. اختو مرضات واحد الوقت، مرضات بزاف، وديك بنتها دات عندها، ولكن هي مسكينه كانت شاده في دارها، واخا من تقول لها ديني بنتي لداري، توحد جيراني نمشي عند الجيران تيطلعوا عليا، وهنا عندكم السكات في هذه الفيلا وما تنسمع حد ما تنشوف حد، تجيبها للدار تتبقى مقابلاها. واحد الوقت زاد عليها الحال. هاد البنت هادي اللي رجع ميسور كان هو خدام في واحد المدينه، رئيس مصلحه في واحد المدينه، وديك المدينه خارجه عن القنيطره تقريبا واحد 60 كيلومتر، هو مسؤول كبير تما 60 كيلومتر، وكان تيدير لانابيط تيمشي ويجي، عنده الشيفور ديالو، ولكن بعض المرات تكون شي مناسبات ولا شي حاجه ولا كذا تيبقى تما ما تيجيش. عنده سكن وظيفي تيسكن تما، حيت مرتو خدامه في قنيطره، هو تيسكن تما عنده سكن وظيفي، تيبقى 3 ايام 4 ايام عاد تيجي، هو في اتصال مع مراته هانيه. واحد مرة مراتو كنهضر معها وكانت واحد المناسبه وطنيه، قال لي راه ما غنجيش تقريبا، خصني نوجد، راه عندنا واحد 5 ايام نقد ما نجيش فيها، الا بغيتي تهبطي عندي هبطي عندي. قالت لي المراه لا انا امي مريضه بزاف، خليني في الدار مع امي، سير انت شغلك. مشى السيد قدا شغلو، دوز واحد اليومين مرتو عيطات عليه بالتليفون باش تعرف علاش ما تعيطش ليها، علاش ما تعيطش، ما جاوبهاش. هزات الطوموبيل ومشات عنده المدينه فين قدام، دخلت الاداره اللي هو فيها، قال لي ودي راه البارح غير جا ومشى، عنده واحد الشغل فغادي يجيب شي ملفات وشي حاجه من الدار عندكم، جا ومشى وراه ما رجعش وقطع لنا التليفون. كيفاش؟ حنا ما جاش للدار، ما جاش لها، هي مشات للدار لان هي فاش مشى هو سافر ما مشاش لدارها، ما مشاتش بنيتها جابتهم، ما مشاش لدارها، هو مشى سافر، لما ما عيطات عليه ما جاش، مشات للخدمه ما لقاتوش، جات لدارها، حلت دارها تلقى الراجل مضروب بجنويه ولابس غير بينوار، ما لابس حتى شي حاجه من غير بينوار، ومضروب ومقتول في الدار ديالها، راجلها مقتول. طوموبيلتو قدام الباب ما دخلش للكراج، هو مقتول لداخل. هنا تحركت الشرطه القضائيه، وانا مشيت معهم مع لا بريغاد كونسيرني، لا بريغاد اللي كان شاده ديك الساعه، كان شاده لا بريغاد كريمينال، كان شاده مولاي احمد الزكي، هذا عميد من العمداء اللي كانوا في المستوى ديال الشرطه القضائيه في قنيطره، كان في المستوى، كان مثقف، واحد السيد مثقف مولاي احمد الزكي الله يشافيه حتى هو راه باقي بالحياه. ومشينا لأي المكان، تمشيو حنا جماعه ديك الساعه لان كاين الموت، تلقاو الرجل مقتول وسط الدار،
مضروب بزاف الضربات، شي 3 ولا 4 ضربات، لابس واحد البينوار ديال الحمام بيض، وما لابس حتى شي حاجه اخرى، حتى التبان ديالو ما لابسوش، غير هو. باين بان الراجل كان تيعوم، وهذاك اللي دخل عليه ما دخلش من الباب. بعد المعاينه اللي درنا، اللي شفنا تما، بعد المعاينه لقينا بانه هذاك اللي دخل من اللور ديال الفيلا، واللور ديال الفيلا تحت السور كاين واحد الاثار ديال العجلات ديال الدراجه هوائيه ديال البيكالا، شي واحد كان جا في البيكالا تما وكان حاطها. السور ديال الفيلا فيه الشوك داير الربيع، واحد الزرب ديال الربيع كبير، قد تقريبا في العرض ديالو، فيه تقريبا واحد 1.5 متر الزرب. هذاك اللي جا طلع فوق البيكالا وطلع فوق السور، يمكن شي واحد عاونه ولا شي حاجه، وهبط للدار ودخل عند الراجل، لقاه في الدار وقتلوه. ولكن شكون هو والله اعلم، شي اثار، شي علامه، شي بصمه اللي غتعاوننا ما لقيناش. هذا عنده دراجه هوائيه، عنده بيكالا، كاين اثار تما ديال 2 صبابط برا في الرمل، كاين الرمل برا، كاين اثار ديال 2 صبابط، بانه كانوا 2 بيرسون، 2 الناس. شكون هما هادو؟ خدينا داك الاثار ديال الصبابط، خديناهم بالطريقه المعروفه عند البوليس، خدينا الاثار ديال الرشمه اللي خلات البيكالا، البسكليطه اللي خلات تما، وبدينا في البحث. جبنا مرات المرحوم، السيده المعروفه اللي قلنا اللي مع امها، تتعاود كيما عاودت لكم بانها هي مشات عند امها ودات بنياتها، وراجلها مشى للخدمه كيما عاودت لكم. واش عنده شي عاده وما عنده شيء؟ واش شي واحد تيسرقم شي فلوس؟ لا. واش شي موظف كذا كذا؟ وكيفاش هذا دابا طومبيتو في الباب هو في الدار ودخل عليه داك السيد؟ علاش ما دقش عليه؟ علاش ما دقش عليه اذا كان عنده معاه شي حساب؟ هذا شفار دخل من برا، لانه كاين اثار بانه شفار، بان داك السيد كان مجر محلول، كاين هذه محلوله. سيدة تقول انا ما عندي فلوس في الدار، عندي هنايا ما عرفتش 700 فرنك كنت حاطها ديال التقضيه، داريها شي حاجه، شي تخربيق صغير يتهز باليد، هذه كانت عندي هذه هنا، هذه هزها ليا من هنا كذا. شكون هو؟ شي بصمه ما عطاتش، ما كانش ديك الساعه مصلحه الجريمه بحال اليوم اللي غيعطينا البصمه ويعطينا ويعاوننا كما تيعاونوا اليوم. 60% تيعطي مصلحه الجريمه، تيعطي في الجريمه 60% ديال البحث تيعاون فيه، وكان ما كانش عندنا مصلحه الجريمه، كان عندنا تشخيص القضائي، وكان داكشي مكلف به غير واحد، وكان داكشي عيان. وانا تنحيي الناس اللي طلعوا مصلحه الجريمه في المغرب، راكم تتعرفوهم. مشينا تنبحثوا، مشينا للخدمه عنده ديك المدينه الاخرى، الخدمه تنسولو عداوته، اصدقاؤه، اقاربه كذا، وحنا خدامين تنضربوا تقريبا واحد شنو نقول لكم، واحد 10 ايام ولا 12 يوم او طاطون، غير تنقلبوا هنا. شكون هذا اللي قرب لي؟ قربنا من العائله، قربنا من داك السلاقيط هذاك، لا داك بعيد السلاقيط، لا داك انا مع دارنا، انا جيت هنا ما عندي حتى شي حاجه كذا ما كذا، مع مراتو ما غيقدش هو يمشي يقتل راجل اختو، ما يمكنش. ولكن هذا الراجل شكون اللي قتلو؟ تلقات الهضره في المدينه، وطرفت هضره تيقولوا فلان تقتل حيت هو معروف، وشي وحدين دخلوا عليه وقتلوه. وتعرفت بانه كاين اثار ديال بيكالا من اللور، اثار ديال بيكالا وداك الشيء وهذا الناس يعرفوه، الناس اللي كانوا حاضرين، هذا تيقولها لهذا، تيقولها لهذا، جاو عنده يمكن بموطور، لا جاو عنده بشكليطه وقفوها وطلعوا من الفوق وكذا وكذا، لان حتى الجيران دوك الفيلات كلشي جا تيشوف داك النهار، كلشي تيحضر. واحد السيد، هذيك السيده دفنات راجلها، دينا دفناه وداك الشيء، وتاخذنا كاع ديك التدابير وداك الشيء. جابت واحد السيد تينقي الدار، تينقي الجرده وداك الشيء، هو يلقى واحد الموس جنويه طايحه في الربيع. مع اننا حنا مشينا داك الشيء وما شفناش ديك الجنويه طايحه في الربيع، لان الربيع مكتل هذا. ولكن شوف هو واش بغى ينقص من الربيع، واش كان تينقي تما، هو لقى جنويه طايحه في الربيع لداخل. جبنا ديك الجنويه، جابت
عطاها ديك السيده، عطات لنا قالت لك هاد الجلويه راه لقيناه فيها الدم وراه طيحه في الربيع ديال الزرب اللي ضرب الفيلا. حنا ما رديناش بالنا في المعاينه، ما شفناهاش، وهادشي تيوقع. شاف هذاك السيد لانه واش داك الربيع شافها هو كان ينظف ليها تما وداك الشيء. جبنا داك السيد تيقول انا كنت تنظف الربيع وتنضربو وترشو وهو طاحت منه، طاحت من الربيع وجبتها. لقينا هذيك الجلويه بانها ديال الخنجر، داك اللي تيكون في الخنجر. البنت عيطت لينا من جينا وعطاتنا الجلويه وهذا، قالت واحد الكلمه، قالت الله يرحم والديكم نمشيو لدارنا. هادي يمكن تخدات من دارنا، من الدار ديالنا، يمكن تخدات من الدار ديالنا. مشينا معها لدارهم، كاين تصويره ديال المرحوم بوها الله يرحمه، تصويره بالكحل والبيض معلقه في واحد البيت كيما عندنا جميع العائلات، تصويره معلقه. ديك التصويره معلق فيها واحد التسابيح كبير ديال بوهم ومعلق فيها خنجر. وتعرفوا دوك الخناجر اللي كانوا بكري، كانوا الناس بكري تيديروا الخنجر بزاف تيهزوه. تنشوفوا الان في الناس ديال سوس، المنطقه ديال سوس تنشوفوا الناس اي حفله ديال الخنجر. وبكري نقول لكم واحد القضيه ديال الخنجر، وكانوا الناس هذوك مثلا مول الحانوت وهز مع الخنجر، راجل واقف بعد الزنقه هز مع الخنجر. بكري كانوا الناس اللي هما في المنطقه ديال سوس او اللي عايشين هنا في الداخل، عايشين اللي هما من ديك المنطقه، ديما هز مع الخنجر، كان تيبيع ويشري وهز مع الخنجر، كانوا معلقينه هنايا. دابا تنشوفوه في الحفلات الفولكلوريه ديال سوس معلقين داك الخناجر، وداك الجنويه ديال الخنجر باينه في الراس ديالها. لقينا بان هذيك باقا معلقه ديك الجوا ديال الخنجر، ولكن الخنجر ما كاينش. لما درنا وسطو قالت لك هذا الخنجر ديالنا، قلنا شكون اللي داه من عندهم، شكون اللي غيسد الخنجر من دارهم؟ هذا الخنجر تهز من الدار ديالهم ومشات تقتل به راجلها. المتهم الاول اللي عندنا هو البرغوث، هو اللي غيهز الخنجر. يجوا عنده صحابه ولكن هو اللي هز الخنجر، هو اللي عرف الدار، هو اللي عرف كيفاش غيدخل للدار. دينا تنبحثوا معاه، هو ناقر تينكر، ولكن ربي بغى يحصلوا. خرجت واحد القضيه اخرى، صاغت اخبار بان دينا البرغوث ردوه لابيجي، راهم تيبحثوا معاه. النهار الاول تنبحثوا معاه، خلينا عندنا تحت حراسه النظريه. النهار الثاني تنبحثوا معاه، جا واحد السيد ودخل عندنا لابيجي، اي جا مرسل بغينا نعرفوا سيدي الناس اللي عندهم الدوسي ديال داك المقتول كذا كذا، قالوا لي وجهوا. جا عندنا دخل، كنت انا والسي مليكي جالسين، ما عرفتش كان جالس معنا اخر. السلام عليكم. السلام. قال لك اخويا انا سيكليس، انا تنصاوب البيكالات. حتى تعرفوا السيكليس كل واحد اش تيسميه، ولكن بالدارجه هو السيكليس مصلح الدراجات العاديه والناريه. انا سيدي، وانا سيدي راه في الحومه ديال هذاك البرغوث اللي شادينو، وهذاك سيدي راه مسخوط الوالدين، وتعرفوا انا مسخوط. راه جا عندي هذاك النهار فاش طاحت ديك الطيحه، فاش سمعت كنا الناس واش شي واحد تقتل ما تقتل، راه جا اختو تقتل، راه كلشي راه حدانا في الحومه. جا عندي وقال لي بغيتك تسلفني البيكالا نمشي نتقدى بها. قلنا اش غيتقداو خويا؟ تيتقداو، تيمشي يتقداو الحشيش، تيتقداو الكينه كذا كذا. وجا معاه واحد خينا كان واقف بعيد، وجا هو وياه وقال لي عطيني البيكالا، بغيتش نعطيها ليه، ولكن في الاخر شفتو غينوض معايا عطيتها ليه وكان مقرقب. قلنا له كيفاش عرفتي كان مقرقب؟ وقالنا هو تيتقرقب، ولكن شتو عرفو مقرقب؟ كشكون شاف فمو ناشف. لانه الواحد الا كان واخد شي مخدر العادي الحشيش وداك الشيء، تيكون عينو طايحين، عينو خارجين وطايحين من عينيه تنعرفوه. واللي تيكون مقرقب تيكون عيني فيه الحموريه وتيكون عنده كشكوشه. هو قال لك هاد العلامات بان مقرقب باين. جا عندي وعطيتو البيكالا بسوا واحد خينا، وما جابهاش ليا حتى لغدا، وتسنيتو يجيبها ليا ما رداش ليا حتى لغدا، عاد جابها ليا غير حطها وزاد في حالاتو. حنا فرحنا، قلنا صافي الموس ديالهم البيكالا تسلفها، دابا خصنا صاحبو. ما بقيناش تنسولو على هادشي، تنقول صاحبك اللي مشيتي معاه عند السيكليس، وانا ما مشيتش. صاحبك اللي مشيتي معاه عند السيكليس والو، صاحبك تجيب. حنا بغينا صاحبك، غير صاحبك، وصاحبك هو اللي دار المصيبه، غير صاحبك. قال نوري لكم. مشى عطينا واحد خينا معروف عندنا تواب الصوابق ديالو، هذا صاحبو، وكان تعرف معاه لما كان في الحبس.
هاد صاحبو شفار، كان مجبول على الشفاره وكان محكوم بعامين. فاش هذاك تحكم ب3 شهور تلاقى معاه في الحبس، وتما تعرفوا. اي واحد مشدود على خيانه الامانه تعرف معاه واحد خينا على عامين ديال الحبس، وزاد تعرف معاه الوقت اللي رجع على الاغتصاب ديال البنت، تعرف معاه وتعرفوا مع القال الاخر باقي مشدود تما عامين وتعرف معاه مزيان. ولكن من خرج الاخر تلاقى هو وياه وتعرفوا كانوا نديروا شركه ديال الشفاره ولا ديال شي حاجه بزنيس ولا اش غيدير. مشينا جبنا داك صاحبو حباس مدوز الحبس. تعرف اش تيدير؟ قلنا ليه قول لينا خويا هاد خينا هذا مشيتي شي نهار ما عند السيكليس خديتو بيكالا قال لك انا نقول لكم كلشي نقولوا لكم. انا فعلا جا عندي وقال لي شوف كان واحد الهمزه. قلت له شنو هو؟ قال لي دار اختي راه حاطه الفلوس باش غتخلصنا، وانا لا عطاوني شي فلوس، عطوني 15 مليون غيضحكوا عليا، ودابا راه الفلوس عندها موجودين في الدار ماشي في البنك، حتى تقول لي دابا نجيبهم لك دابا. وقالت اختي دابا جابتهم، اختي خدات حقها مشات غير بالطوموبيل وجابتهم. دابا ندخلوا للدار، الدار خاويه، الرجل راه ما كاينش، راه خدام مشى للمدينه باش خدام، وهي راه عندنا في الدار مع الوالده. ونمشيو لتما طاح الليل نمشيو ندخلوا. قال لي ناخذوا البيكالا. قال لي علاش؟ قال لي بها غنطلعوا، لانه باش تطلع من اللور راه مصيبه، باش خصنا ندزو سلوم، ولا زينا سلوم غتكون معيقه. مشيت عاونيش ديال البيكالا تنطلع عليها ونطلعوا من الفوق. ومشينا طلعنا. قال لي انا بقيت برا عاونتو تطلع وهبط، وكنهز معاه الجنويه. قلنا لي هادي يا خويا كنهزها معاه. قال لي وانا شفت ديك الجنويه شديتها بيديك منين دبرتي هادي؟ قال لي راه ديال الخنجر ديال الوالد. قال لي ونقز، ولكن من نقز لداخل سمعت الغوات انايا، عباد الله الحرام كذا. قال لي انا علقت مشيت في حالاتي، الصلاه على النبي مشيت في حالاتي صافي ما رجعتش عنده. وما رجع عندي حتى شي وقت في الليل دق عليا قال لي صاحبي انت علقتي وكذا كذا وبقيت في واحد الحاله، وهذا قال لي انا ما ديت والو كاع ما زيد حتى حاجه. قال لي وصافي. وسمعت الناس يتقتلوا عرفتو، ولكن اخويا خاوت بقيت ساقر حيت انا داخل في هذه القضيه هذه. قلنا البروش اش قلتي؟ البروش سمع سيدك كي تيهضر، سمع سيدك كي تيتكلم، سمع الصراحه كي دايره وتيهضر حقيقه اش كاين اش كاين. اش غدير لنا دابا؟ الجنويه من الخنجر ديال باك، بيكالا ها هو السيكليس، صديقك ها هو. شنو غتقول؟ اش بقى عندك غتقول؟ درنا المواجهه مع صاحبو سكتو. قلنا لي قول مكتاب الله، قال لك انا بغا يضيعوني في حقي وكذا وكذا. ولاش دخلتي لهاد؟ انا ما سحبنيش تما. هو شوق عليه، هو تيسحبني نسيبو ما كاينش في الدار. هو كون جا من قدام الفيلا كان غيشوف الطوموبيل واقفه، عرف كاين شي واحد هو جا من اللور الفيلا داز واحد الزنقه وجا من اللور تسحبوها خاويه. من دخل طالع هو للدار هز جنويتو تفاجئ. قال لك هذيك الجنويه ما ديتهاش باش نقتل بها، باش نفرع بها، كاين شي حاجه نفرع بها ولا هادي ولا هادي. تلاقى به تواجه معاه نسيبو. اش غايدير؟ حصل ضرب نسيبو. السيد كبير في العمر هو الحرام برهوش، ضرب الراجل بقى يضربو شي 3 ضربات و 4 قتلو. هز داكشي اللي هز وخرج. مشينا معاه جبنا ديك الخيطه فين مخبيهم عند شي حوايج شي دبيجات والفلوس اللي داو شي تخربيق مخبيهم عند نسيبتو. هي الطريق اللي دوزتنا نسيبتو، كنت نتمنى ديك نسيبتو طيح انايا. وجاتو جبنا نسيبتو. اخويا انا نقول لكم انا جاب داكشي حطو تما ما عرفتوش انا حطو لا والو. قلت ليش داكشي مسطاطه؟ قال لي لا والو. قلت له ودي شنو هادشي جبتي حطيتيه هنايا؟ قال لك لا بعلمها. وقلتها لها وقلت لها شو قارة ضربت نسيبي وراه محالش يعيش وكذا وكذا. قلتها لها قلتها لها هادي نسيبتو كدا خبي عندك هادشي. تجربت معاه. قلت لها فين داك التريكيل ديالك وديك الهضره ديالك ديك حل فم بنتي ما بنتي؟ ها انت دبرتي عليها ربحتي زعما، ربحتي انت زعما دابا ربحتي. بنت زوجتي بنت اللي ما كان غيتزوجها حتى واحد، وحرضتيها باش تولد وولدت، وهلكتي ديك المراه مسكينه في صحتها وهلكتي ديك العائله. واش درتي دابا؟ ها انت دابا تورطتي حتى انت في جريمه. تيقول لك بانه قال لك خبرك، قال لك انا قتلت ودرت وفعلت وكذا كذا كذا وجاب لك خبيتي. اعترف بما نسب اليه جمله وتفصيلا، وتقدم هو وصاحبه ونسيبته تقدموا المحكمه وتحكم. نسيبته
فلتوها عطاوها عامين، صاحبو خدا 4 سنين، هو خدا المؤبد. هاديك من بعد هاديك خيتي اجراو على اخرين من الدار. علاش؟ حيت قال لخواتاتو هو في الحبس، هو ما غيمشي عنده حتى واحد، غير وصلني بواحد الدار قال ما عندك وتعطيو لهاديك شي ريال ولا جوج، صيفطوها عند امها تعطيوها حتى ريال، هذيك فلوس وبها انا غادي نعيش في الحبس، انا راه عندي المؤبد. العائله نيت قالت لها زي حوايج كامتي سيري عند امك، سيري عند امك. هنا تنهضروا على الناس اللي باش قلت لكم في اول حلقه. نقول لكم واحد القضيه، الى الفرخ عصفور حمامه بغات تبيض تدير عشها العش ديالها، الدجاجه تتصاوب فين تبيض، الكلبه تدير فين تولد، حيوانات هادو. حنا الانسان تيولد ولادو عند الدار فيها ديال الوراثه، هادنا تيجريو عليه، عند والديه يولد ولادو عند والديه تيقول له انت راه بيت، راه هو راه البيت راه تسكن فيه وماكش خلي كاع داركم هذه. خوتو غدا تيطالبوا بالافراغ بانه غيبيعوا الدار تيوليو مخرجينه. الانسان تيتزوج وهو ما قادش ماديا وما عندوش خدمه رسميه اللي فيها التقاعد وفيها التكي سوسيال، فيها ما عندوش، قرب تقيس شي خدمه تنوضيجي على الزواج، وماشي غير حقو يتزوج واحد حقو كليبيت لكن ما تولدش بلاتي تشوف الوقت كي دايره، وتشوف راسك واش مخرجاك الكرا والمنظر، ديك المنظر مقطعه وخرجاك ولا ما مخرجاكش. يلاه تشوف المأساة كي دايره. ها هي خرجت هذيك من الدار، ها هي غترجع عند امها، ها هي غتحط الدري، ها هي غتحط هذا، ها هي كذا كذا. شنو هي الخاتمه ديال القضيه هذه؟ انا نقول لكم الخاتمه ديالها. حتى قررت نشد التقاعد وداز القصه هذه. هو واحد النهار جابوا واحد المومسات، دوك العيالات ديال الزنقه، كانوا تيعمروا واحد الجرده، وديك الجرده سميتها بير انزاران، غنسميها انايا. وكان تيجيو بزاف ديال العيالات، دوك العيالات اللي تيستقطبوا الرجال، دوك اللي تيتعاطوا الفساد وتيجلسوا تما، دوك اللي ما بقى دا فيهم حد. حيت كانت واحد البلاصه تما كان تيجيو فيها العيال ديال الموقف تيجلسوا تما، ولكن الاخرين تيجيو حتى هما حدا العيال ديال الموقف باش تيجيو البوليس يدوزو تقول ليه خويا انا غير تنخدم في الديور. تيجيو تما دايرين العكر وجالسين، وكان تيجيو بعد كان تيديو من دوك العيالات وتشرات هذه القضيه. وناضوا دوك العيالات اللي تيخدموا في الموقف تيشكيو مشاو عند القايد، تقول حنا تنقربوا طرد الخبز، وتيجيو الخياط يتستفونا تما يصيدوا الرجال ويهضروا معاهم ويتكلموا معاهم، وكاينين هذا تيجيو تما هذوك اللي ما بقى مديو فيهم حد. وكنا حنا تنجمعوهم، ندب تنجمعوهم نجيو نقيدوهم سميتك سميت باك هذا طاطا تديري تما هذا باش نحاربوا هذيك الظاهره ديال يجيو تما. وواحد النهار باقي عاقل حتى لهنا لهنا، وهي تجي هي هذيك خيتي جات لا لاباس، قالت لي عرفتيني؟ قالت لي سي الخراز. ايوا الدري فينا هو كبر، وراه كبر راه دخل المدرسه وهادي، ودابا راه عنده شحال عنده دابا؟ ودابا عنده 11 عام، وكيدير بواه وما عرفت الوالدين، وراه تحكم بمؤبد وباقي في الحبس وباقي في الحبس. تمشي عنده واش غادير عنده؟ الله يعطيه الخليه يخليه، خرج علينا. وانت اش دير دابا تجلسي مع دوك العيالات؟ لا خلصنا ندبر على الخدمه، والله هي الخدمه. شوف فين تالت بها. تا واحد الوالده فينا هي لاباس لها، قالت لي ماتت خويا، خرجت من الحبس مريضه خرجت من الحبس وماتت، وانت دابا ساكنه بوحدي. خويا اش غدير؟ خلاتنا ديك الدوره بعدا كريج بيوت وبيتشداه انا والدري، والاخر قالت لا دابا يرجع لك ودا والله ما يدخل عندي بالله، او ولات واعره وجهها كي داير. هذا هو هادشي اللي عطا الله. نتمنى من الله هذه الرساله توصلكم وهذه الجريمه تفيدكم، والى الملتقى والسلام عليكم ورحمه الله.